على شويه حاجات اتعلمتها اول ما دخلت المطبخ بمناسبه ان النهارده يعني اليوم العالمي للتعليم. هاي انا حبيبه، ده كيتشن توكس. كلنا عارفين درجه غليان الميه 100 درجه مئويه، بس النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان لما بيتعملوا بدرجه حراره 80 بس، يعني ما تكونش جابت اخرها في الغليان. تنحت زيكم كده بمعرفه. تاني حاجه، اللحوم الحمراء ما بتتغسلش. لما نيجي نسلق اللحمه بنحط الملح في الاخر لان هو بيأخر السوا. رابع حاجه، زيت القلي بنستخدم من مرتين ل3 بس، الا لو باظ من اول مره بنرميه على طول. خامس حاجه، الملوخيه، ودي لو اتغطت وهي تتعمل هتسقط مننا وتبوظ، تبقى الشوربه فوق والملوخيه تحت. سادس حاجه، المشروم ما بيتغسلش لانه عامل زي السفنجه، هيمتص الميه، بس ممكن ننضفه بفوطه مبلوله او منديل مبلول. السلطه ممكن تتقطع وتتبل وتتشال في التلاجة تقعد معانا من يوم ل5، بس الملح بنحطه قبلها بالكتير كده 10 دقايق لان هو بيخليها تدبل وتنزل الميه اللي جواها. احسن حاجه ممكن تستثمر فيها فلوسك هي علب الحافظه للطعام. هي بتبقى غاليه بس فعلا بتحافظ على الاكل، وبدل ما يبوظ بعد يومين ممكن يقعد معاك ل5 و6. قولوا لي على حاجات تانية اتعلمتوها لما دخلتوا المطبخ، بس اوعوا تنسوا لايك والشير.